انا بتكلم سويدي، عربي، انجليزي، وبفهم شويه الماني، وطبعا بفهم الدنماركي والنرويجي علشان هم متشابهين مع السويدي يعني. فالسؤال ده سؤال ذكي، لانه هو عايز يقول يعني ازاي انت ADHD وعندك تشتت انتباه وعدم تركيز ومش عارف تقعد على بعضك وتقعد تتعلم كل اللغات دي. هقول لكم حاجه مهمه جدا، احنا اصحاب ال ADHD بنشتغل بالشغف، بنشتغل بالحاجه اللي احنا بنحبها. فلو في شغف وحاجه بنحبها، التركيز بتاعنا ده بيبقى فيه فرط تركيز، هايبر فوكس. لو حبينا حاجه هنعمل المستحيل عشان نوصل لها، لان بنحس بالدوبامين. الدوبامين بيشتغل بالموضوع ده. طيب انا اتعلمت اللغه دي ازاي؟ اولا طبعا انا تقريبا مولود في السويد، طول حياتي في السويد، فتعلمت سويدي لانه كطفل كنت هناك، ومدارس وجامعه والكلام ده كله العادي الطبيعي يعني. العربي علشان كان عمري تقريبا 16 17 سنه كده، وتدينت او التزمت، بقيت اخ مسلم ملتزم، تعمقت في الدين، فكان في شغف اهو وحب ودوبامين، ودخلت بقوه قوي بصراحه. الانجليزي عشان الافلام والاغاني والموسيقى، وكنت انا عندي كده فرقه كده بنعمل راب وهيب هوب يو يو والحاجات اللي انتوا عارفينها دي يعني، لانه انا طبعا مبدع وفنان عشان عندي ADHD كمان، فكنا بنشتغل في الحاجات دي كمان. وكنت بترجم كتير جدا يعني، بترجم انجليزي وعربي وسويدي وكده، واشتغلت كمترجم فتره برضو كتب وكده، وبعدين بدات اكتب بنفسي. لكن الفاصل كله او الحاجه المشتركه قصدي الشغف والحب، ده اللي بيفرز الدوبامين في دماغنا وبيشغل التحفيز ويخلينا نوصل اللي احنا عايزينه. حتى لو حاجه ممله نقدر نعملها عشان نوصل للهدف اللي احنا بنحبه، اللي هو مثلا ايه، الاغنيه اللي هغنيها دي، الفيلم اللي عايز اشوفه عايز افهمه، اللي مش عارف الناس اللي بكلمهم عايزين يفهموني صح، فلازم كده يعني. فاهمين قصدي؟ دي حاجه تقدروا برضو انتوا تستفيدوا منها مع اطفالكم. لا، والحاجه اللي فيها شغف وحب عند اطفالكم اللي عندهم ADHD هتلاقوا فرط تركيز فظيع. ده انا يا ابني ما كنتش باكل ولا ادخل الحمام عزكم الله عشان بس ايه، الحاجه اللي انا بحبها يعني، وبحبكم انتم كمان في الله، عشان كده بعمل الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.